قصة كلب مش مجرد كلب عادي، ده أشهر كلب بوليسي في تاريخ مصر كلها، واللي كان عامل حالة رعب للمجرمين والحرامية والخارجين عن القانون، وقدر إنه يساهم في تقليل عدد الجرائم لفترة كبيرة. الكلب ده يبقى الكابتن هول. سنة 1936 في مصر لما الجرائم كانت بتزيد، البوليس المصري بوصاية من الملك فؤاد قرر انه ينشئ وحدة للكلاب البوليسية، ودي لمساعدة وتطوير جهاز البوليس. طب هنجيب كلب منين؟ مفيش غير اليوز باشي عزيز الألفي، لأنه كان من هوايته المشهورة عنه حبه للكلاب وتدريبها. استلم اليوز باشي المهمة الملكية وبدأ بخبرته يدور على كلب مميز يبدأ بيه الوحدة، وفضل يدور هنا وهناك لحد ما وقعت عينه على هول. لاحظ انه مميز فعلا، موهوب من فصيلة الراعي الألماني، وكان عمره 3 سنين ساعتها. الفكرة بقى انه ما كانش كلب عادي، على الرغم من ابوه وامه مش متدربين، لكن كانت موهبته في تفقي الأثر والشم باينة من أول يوم، وكان محتاج شوية تدريب بس. أخده وبدأ يدربه لحد ما أثبت كفاءة عالية جدا، وخد شرط الكابتنة وبقى كابتن رسمي في البوليس. وبدأ بعدها يمارس شغله في تفقي أثر المجرمين وحل القضايا المتعثرة على البوليس حلها. هول كان أسطورة مصرية حقيقية، سوبر هيرو بمعنى الكلمة، بيقدر يتعرف على الريحة اللي بيدور عليها ولو عدى عليها 5 أيام، وحتى لو من على طريق أسفلتي بيعدي عليه العربيات بيقدر يميز الريحة ويجيب آخرها. وكان وجوده بيعمل حالة رعب للمتهمين، يعني لو في مشتبه فيه وقف في طابور عرض وعرف إن هول هو اللي هيتعرف عليه، كان بيعترف من قبل ما هول يقرب له من الخوف بس، لأنه عارف ومتأكد إن لو هول شمه هيعرفه. متخيل؟ في 2 سنين بس قدر هول يحل 170 قضية، منهم 32 قضية المتهمين اعترفوا بالجريمة، و24 قضية من القضايا دي المتهمين اعترفوا ان الآثار اللي اتعرف عليها هول بتاعتهم، لكنهم انكروا الجريمة. بس الأدلة اللي اتعرف عليها هول كانت بتثبت تورطهم في الأحداث. ومن أشهر القضايا اللي حلها هول كانت خاصة باليوز باشي عزيز الألفي، واللي كان في مرة مسافر الفيوم في رحلة صيد مع مراته، وقابل واحد صاحبه هناك اسمه جودة. تاني يوم كان المفروض انه يقابله في حتة اسمها البركة الجنوبية، بس جودة اختفى خالص، محدش كان لاقيه لمدة 3 ايام مختفي، وبيقولوا انه اتقتل. لكن الفكرة بقى انهم ولا لاقينه ولا عارفين مين اللي عملها. يعمل ايه بقى ساعتها اليوز باشي عزيز الألفي؟ يستعين ب2، واحد قصاص أثر وده اللي بيتابع آثار أقدام الناس، والتاني الكلب هول. قصاص الأثر قدر انه يتعرف على آثار أقدام جودة من عند البركة الجنوبية، وقدر كمان انه يتعرف على 3 آثار أقدام مختلفة، منهم واحد عنده عرق في رجله، وكان معاهم حمار شايل حمل تقيل. وبسرعة ربط الألفي بين الآثار دي وبين اللي قتلوا جودة، وكان فاضل بس انهم يتبعوا الآثار دي ويعرفوا مين ال3 دول. وهنا كان دور مين؟ الكلب هول. رغم انه كان عدى 4 ايام على اختفاء جودة، لكن هول والقصاص قدروا انهم يتوصلوا لمكان جودة على بعد 4 كيلو جوه الصحراء، ووصلوا لمكان الحفرة وقدروا يطلعوا جودة، وكان من غير هدومه بقى كانت مدفونة في حفرة تانية ابعد شوية. ووقتها كان دور الكلب هول وجابها بكل سهولة. وكان فاضل بقى انهم يعرفوا مين اللي عمل كده، ومن التحريات عرفوا ان جودة اتخانق من سنة كاملة مع مجموعة من الناس علشان كانوا عايزين يصطادوا في منطقة جودة، بس كانوا مجموعة كبيرة شوية. وجه دور هول تاني، واللي قدر عن طريق الشم انه يحدد 3 اشخاص من المجموعة دي كلها، واللي واحد منهم كان عنده عرج. واخيرا هول قدر يحدد مكان صاحب العرج ده ويلاقوا الحمار بتاعه كمان، بعد ما انكر انه عنده حمار اصلا. من الاخر كده هول حل القضية واتشهر اكتر وبقى مثال على القدرة الخارقة. حتى في افلام اسماعيل ياسين وعبد المنعم ابراهيم وغيره هتلاقي افيه بيقولك ده ولا الكلب هول، وده هتلاقيه بيتقال كتير قوي في الافلام، لانه فعلا كان كلبه اسطورة وجزء من مثل شعبي بقى دارج كمان، لدرجة ان الشعراء في الفترة دي بدأوا يكتبوا قصايد مدح فيه، ومنهم الشاعر محمود غنيم. مسيرة هول كانت قصيرة، عبارة عن 2 سنين بس لحد سنة 38، وبسبب الحمى خلصت مهمة هول بدري قوي، لكن فضل اسمه وسيرته معروفة في مصر ومعروفة للداخلية لفترة طويلة بسبب حالة الرعب اللي كان بيسببها هول للخارجين عن القانون والمجرمين. وتقدر تقول كده ان الكلب هول بالنسبة للكلاب البوليسية هو الأب الروحي. ودي كانت حكاية أشهر كلب بوليسي في مصر.